لو موبايلك مفيهوش اوبشن انك تقفل البرامج اللي عليه من خلال بصمة او باسورد، يبقى الفيديو ده ليك. اول حاجة هتدخل على البلاي ستور وهتدخل على السيرش وهتعمل سيرش على برنامج اسمه نورتن ابلوك، وبرضه هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. طيب هتدخل عليه وتعمل له انستول وتسيبه لحد ما يخلص. طبعا بيعمل انستولينج دلوقتي. اول ما هتظهر اوبن نبدأ ان احنا نفتح البرنامج ونستخدمه. بعد ما ظهرت كلمة اوبن هنفتح البرنامج. هنبدأ دلوقتي بقى نتعرف عليه. اول حاجة هتديله اجري ولونش، تمام. بعد كده هيقولك ان هو عايز بيرميشن عشان يبدأ ان هو يشتغل، هتديله اوكي. هتنزل تدور على البرنامج فينه اهو نورتن ابلوك وتقوم مفعله. بعد كده هتعمل باك ترجع للبرنامج تاني، هتديله allow، تمام، ان هو يستخدم النوتيفيكيشنز. بعد كده هتعمل سيت اب للاكسسبيليتي دي من خلال هنا الانستولد ابس او التطبيقات المثبته، وهتنزل هنا تدخل على نورتن ابلوك سيرفيس اهو، وبعد كده تفعله. هتديله allow. بعد كده هيقولك ارسم النقش اللي انت عايزه او ممكن تغيره من هنا لباس كود كارقام. طيب هحط 4 اصفار دلوقتي. وبعد كده هقولك اختار جوجل اكاونت، فهتفتح ونختار جوجل اكاونت، تمام. اخترت انا جوجل اكاونت اهو، واديله كونتينيو. بعد كده البرنامج فتح معايا خلاص، واقدر ان انا اشوف انا عايز اقفل ايه. مثلا وليكن عايز اقفل الفيس، عايز اقفل البلاي ستور، تمام، عايز اقفل الواتس اهو. بتختار البرامج اللي انت عايزها وتقفل كده على اللوك اللي جنبها ده. طيب في ميزة فيه ان هو لازم يقفل البرنامج ده بالبصمة، متقدرش ان انت تلغيه اصلا خالص. في اوبشنز برضو هنا ان انت البرنامج ده ما تقدرش تعمل له انستول او تمسحه من على الجهاز لو انت فعلت الاوبشن ده. هتدخل تضغط عليه كده وتديله enable. بعد كده هيقول لك ايه، حط البصمة اهو، تمام، activate. انت كده خلاص تديله برضو البصمة. انت كده البرنامج ده ما تقدرش ان انت تمسحه نهائي. تعال اوريك اهو، بص، انستول، تمام، لازم بالبصمة برضو. طيب انا هفتح البرنامج تاني. عايز ان انا اشوف برضو في اوبشنز هنا ان انت تقدر تقفل الريسنت ابس دي اللي هي دي، بدل ما انت تبقى شايفها كده تقدر برضو تحط لها باسورد، تمام اهو تاني. بس هو ممكن بقى يديك ريكومنديشن ان هو يقفل لك ايه او يفتح ايه على حسب انت عايز ايه. لو قفلتهم كلهم تقدر تفتحهم كلهم في اي لحظة. بس دي كانت نبذة بسيطة كده عن البرنامج. وبرضو لو عايز تتأكد اهو، ادي الواتس اهو دلوقتي بقى مقفول. طيب في حاجة، لو انت ثانية بس نعمل كانسل كده. لو انت سبت الاوبشن ده اللي هو keep look الاب locked في السيشن، لو انت شايل كده، اول ما هتفتح بالبصمة لأول مرة البرنامج، كل ما هتقفله وتفتحه هتلاقيه مفتوح مش عايز بصمة. طيب انا عايز كل ما افتحه واقفل فيه يطلب مني البصمة، هتختار الاوبشن ده وبعد كده تفتحه، تمام. طيب اهو بصوا، كل ما هفتح البرنامج هيطلب مني احط الباسورد او البصمة. طيب لو انا لغيت الموضوع ده بقى، تعالوا كده نشوف. لو انا لغيت دي اهي، رجعته زي ما كان في الاول، تمام، فتحت البرنامج، خلاص انا كده البرنامج هيفضل مفتوح معايا طول ما الشاشة شغالة. امتى يقفل تاني بالباسورد؟ لو انا طفيت شاشة الموبايل وشغلته تاني هيبدأ يطلب الباسورد. فيفضل ان انت تسيب الاوبشن ده متفعل، بحيث ان انت طول ما انت فاتح الموبايل عادي كل ما تقفل البرنامج يطلب منك البصمة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.